5 حاجات لو بيحصلوا في عربيتك تاكد ان انت محتاج تشحن فريون. رقم 1، لو انت جيت تشغل تكييف ولقيت ان في اختلاف درجات حراره ما بين الهواءات وعندك منظومه التكييف مانيوال، يعني الجنب اليمين هو تحكم الجنب الشمال، ولقيت ان درجه التسقيع مختلفه، ده معناه ان العربيه ناقصه فريون. رقم 2، لو انت جيت تشغل تكييف العربيه وسمعت صوت تنفيذ في الهواءات، يعني سمعت نفس كده مع بدايه التشغيل، ده معناه ان فريون العربيه دي ناقص ولازم تروح للمركز المختص وتفحص الدايره. رقم 3، اول ما تيجي تشغل تكييف العربيه تشم ريحه وحشه جدا او روائح كريهه او غاز في العربيه، ده معناه ان انت عندك مشكله في الثلاجه الداخليه بتاعه العربيه او فيها تسريب بسبب الطينه والكمكمه والترسبات، وفي الحاله دي لازم تكشف عليها باندسكوب كاميرا او منظار، ولو تلفه لازم تغيير. رقم 4، اول ما تشغل تكييف عربيتك لازم تسمع الكمبريسور هل بيلقط وبيشتغل اول ما حراره التبريد تبقى كويسه ولا بياخد تايم لاين او فتره كبيره، ولو بيقعد فترات طويله جدا ده معناه ان هو مش قادر يحقق درجه التبريد المطلوبه للعربيه، ولازم تقيس شحن الفريون. رقم 5 والاخيره، لازم من فتره للتانيه تفتح كبوت عربيتك تطمن هل في تسريبات ولا لا. لو لقيت بقعه فريون او حاجه زي كده ده معناه ان في تسريبات في الدايره ولازم تقيس ضغوط. لو لقيت خرطوم ضارب زيت من الاتجاه ده او من هنا او الخراطيم دي هي دلوقتي هنا ناشفه، ولكن في عربيات ثانيه ممكن نلاقي الخرطوم بيسرب من هنا واداء التكييف سيء. في الحاله دي لازم تكبس الخرطوم او تغيره وتراجع شحن فريون.